بتصحى من النوم تعبان، بتحس بخنقه من اقل مجهود، نفسك قصير، الم في صدرك بيروح ويجي، اوقات بتحس بدوخه وكسل بعد الاكل، تنميل وبروده في الاطراف، رجلك بتورم اخر اليوم، اوقات هرش من غير سبب. تقول لنفسك انا عندي ضغط ولا سكر ولا كبد ولا مخ واعصاب ولا حاجه تانيه مستخبيه، بس في الحقيقه استنى واسمعني في ثواني، والله اعمل فولو لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه الاعراض دي ممكن تكون بنسبه كبيره جايه بسبب ارتفاع نسبه الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم، واللي ممكن ما تعرفوش اللي فيها انواع، وكل نوع له تاثير، وفي انواع اخطر وانواع مفيده. لما يعلى الكوليسترول والدهون الثلاثيه الموضوع مش مجرد ارقام، ممكن تكون بدايه سلسله من المشاكل، ممكن توصل لتصلب شرايين، جلطات في القلب والمخ، وكبد دهني، ومقاومه انسولين، وسكر عالي. ويلا بقى ركز في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. والكوليسترول ده بيتكون جوه الكبد، في منه انواع، منهم ال دي ال لو زاد عن حده بيترسب في جدار الشريان يعمل تصلب شرايين، وفي الاتش دي ال وده مفيد وده اللي بينظف الشرايين من جوه، واما بيقل بيعمل مشكله. وفي الدهون الثلاثيه ممكن تعلى بسبب السكريات الزياده، مش الدهون بس، جسمك بيحول السكر الزياده عن حاجته لدهون تتخزن في الكبد، ولما يحصل خلل في حرق الدهون الانتاج يزيد، الموضوع يتطور والكبد يرمي في اي حته في الجسم. وقتها تعرف انك كنت بتعمل كل اللي بيزود الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم، زي الاكل الدهني، المقليات، الوجبات السريعه، السكريات والمشروبات الغازيه والعصائر الصناعيه المعلبه، اكتر من الدهون نفسها في رفع الدهون. قله النوم والتوتر والعصبيه بتبوظ هرمونات الحرق بسبب اضطرابات الغده الدرقيه، والتدخين لسبب كبير قوي مع العوامل الوراثيه. الكوليسترول والدهون الثلاثيه ليهم تاثير على كل اعضاء الجسم. على الكبد تتجمع الدهون تعمل كبد دهني، يحصل التهاب، تزود انزيمات الكبد، يحصل مشاكل كتيره. على القلب تسد وتعمل تصلب شرايين، احتمال توصل لذبحه صدريه او جلطه على القلب. على المخ تضيق الشرايين، توصل الدم بنسبه اقل، يحصل دوخه وصداع ونسيان. على الاطراف بسبب ضعف الدوره الدمويه تعمل الم في المشي والحركه، وتعمل بروده وتنميل في الايدين والرجلين. وركز معايا في النقطه دي، حالات كتيره بتيجي تشتكي من هرش من غير سبب، بنطلب منها تحاليل بيطلع ارتفاع في نسبه الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم. اعرف مني ازاي؟ لما الدهون بتعلى الكبد بيتقل، الاملاح الصفراء بتعلى في الدم، ترسب في الجلد، تعمل هرش شديد من غير اي سبب معروف. واوقات تعمل برضه ضعف للدوره الدمويه اللي راح الجلد، تعمل جفاف وقشور تزود الهرش. يعني الكوليسترول والدهون الثلاثيه لما بيعلوا بيبقوا سبب مباشر للهرش والحساسيه اللي بتحصل في الجلد من غير سبب. وفي الصيدليه كل يوم بنشوف حالات بتشتكي من نفس الاعراض. لو انت واحد منهم اكتب لي في الكومنتات. لو عايز تعرف نتائج التحليل بتدل على ايه اكتب لي في الكومنتات نتائج تحليل الكوليسترول. كلهم ما كانوش عارفين الاعراض دي تخص ايه، وجهناهم وسمعوا الكلام واخدوا بالنصايح ومشوا على العلاج، وهم دلوقتي في تحسن. نبدا بالممنوع بالاكل، بلاش مقليات، وجبات سريعه، اكل مليان سمنه ودهون، الحلويات الكتيره والعصائر الصناعيه والفينو والكيك والاكل قبل النوم. خلي اكلك صحي، سلطات وسمك مليان اوميجا 3، خضار ورقي، جرجير وخس وسبانخ، فواكه، تفاح وكيوي وفراوله وجوافه، بروتين خفيف، زيوت صحيه وشوفان، ومنتجات البان قليله او خالي الدسم، مشروبات اعشاب دافيه، قرفه وزنجبيل وكركديه ونعناع وشاي اخضر، مشروب ليمون دافي وحبه البركه بس بنسبه معتدله. بدل العيش البلدي بعيش سن، والمقليات